تعالي النهارده اقولك على اقوى وصفه لازاله بقع الحبر والشحم من على الملابس بمنتهى السهوله. مكونات موجوده في كل بيت، فاتمنى بجد الفيديو ينال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير للفيديو، ولو لسه بتشوفوا قناتي لاول مره بجد اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس لكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. فتعالوا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله ونبدا في الوصفه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين دي بقعه حبر على البلوفر. هنبدأ نشيلها ازاي؟ طبعا هنيجي دلوقتي نبدأ ننزل عليها بحبة من ملح الليمون وحبة من الكربوناتو، وهننزل عليهم بحبة من البرسيل او الاريال، اي مسحوق غسيل متوفر عندك انزلي بحبة منه. بعد كده هنبدأ ننزل بمعلقة كبيرة من الخل. شايفين الفوران ده؟ الفوران ده بيساعدني على ازالة البقعة بمنتهى السهولة. دلوقتي طبعا بايدي ببدأ ادعكه بالطريقة دي، ببدأ انزله كمان حبة من المية. شايفين كل ما بننزل خل كل ما بيفور ازاي. دلوقتي طبعا بنزل بحبة من المية وعلى ايدي وببدأ اغسله كويس قوي عشان ابدأ اطلع بقعة الحبر من على الهدوم بمنتهى السهولة. طبعا بعد ما بندعكه كده بتبدأ طبعا البقعة بتاعت الحبر تخف من على الهدوم. فلازم دلوقتي بعد ما وصلنا لكده عندك اي صابونة، الصابونة دي صابونة استحمام. لو متوفر عندك الصابون الاسمر بجد خرافة، الصابون بتاع المواعين هيساعدك في شيل البقعة. ببدأ انزل بحبة من المية على الصابون، ببدأ ادعكه. دلوقتي طبعا هروح على حوض الحمام وابدأ اغسله تحت الحنفية عشان اطلع من عليه الصابون من المكونات اللي احنا حطيناها. وبعد كده برميه في العصارة عشان يبدأ يتعصر، عشان اوريك التيشيرت بعد ما غسلته نضف ازاي معايا. ده لو البقعة اللي انتي في البلوفر او التيشيرت بتاع ابنك بقعة حبر خفيفة. اما لو بقعة حبر بالطريقة دي هتعملي ايه؟ هتيجي عليها هتبدأي تنزلي برضو بحبة من ملح الليمون وحبة من الكربوناتو واي نوع برسيل زي ما قلتلك. طبعا نزلنا هنا اريال، وبعد كده بنزل بحبة من المية عشان يبدأوا يفوروا لي البقع. شايفين؟ ودلوقتي طبعا بعد ما بدعك كده بايدي باجي هنا بالصابونة برضو وببدأ برضو اديها انزل منها حتة دعكة كده. الصابون الاسمر استعمليه مع البرسيل ومع حبة الكربونات وملح الليمون، خرافة هيشيلك البقعة دي بمنتهى السهولة. بس كده وبايدي. وبعد كده طبعا ببدأ بقى بايديا انزل عليهم حبة مية وادعك بالطريقة دي وعلى ايدي وابدأ غسيل جامد. طبعا البقعة بتبدأ تنتشر في التيشيرت في الاول عشان الحبر بيبدأ يطلع، فبرجع تاني بالصابونة ادعك بالطريقة دي ومعلقة من الخل. ودلوقتي بقى هنبدأ نغسله كويس قوي. كل ما بتدعكيه على ايدك كل ما البقعة الحبر بتبدأ تنتشر في التيشيرت وبتبدأ تكبر لحد لما بتروح خالص. شايفين؟ طبعا دلوقتي تحت المية بصوا بقى، بصوا الجمال. نزلت بحبة من البرسيل. شايفين بقى مع المكونات اللي احنا حطيناها والصابون بدأ يفور لي البقعة بمنتهى السهولة. شايفين الوصفة بجد اكتر من رائعة. اتمنى لو لسه ما حطيتيش لايك للفيديو تنزلي بسرعة تحط لايك للفيديو عشان الفيديو ده نوصل له لاكبر عدد من اللايكات ومن المشاهدات عشان يترفع على اليوتيوب. دلوقتي بنزل عليه بقى بحبة مية. شايفين طبعا ان البقعة خفت معايا عن لونها الاساسي. بصوا البقعة معايا كان قلم حبر وعمل جامد قوي في التيشيرت فبوظ التيشيرت. شايفين كل ما بغسل على ايدي كل ما البقعة بتروح معايا كده. خلاص هو يعتبر نضف معايا، فببدأ احطه بقى في الحوض وببدأ انزل عليه بحبة من البرسيل بالطريقة دي وحبة من المية وابدأ اغسله كويس قوي على ايدي. وبعد كده برميه في العصارة عشان يتعصر. وبرضو تشوفوا انه خلاص البقعة معايا بقعة الحبر اختفت بمنتهى السهولة. دي اقوى بقعة حبر ممكن تلاقيها على الهدوم. يبقى غسلنا البقعة الخفيفة ما خدتش وقت وغسلنا البقعة التقيلة. دلوقتي طبعا هنروح على بنطلون فيه بقع من الشحم
هنبدأ نغسله. برضو بقعة الشحم بتتشال بمنتهى السهولة. هاجي هنا برضو على البنطلون انزل بحبة من ملح الليمون وحبة من الكربوناتو وعندي برضو حبة من البرسيل بالطريقة دي، وبوزعهم كويس اوي. اي مسحوق غسيل عندك استعمليه عادي. وبعد كده هنزل عليه بقى بحبة من المية، هيبدأوا على طول يفوروا لي البقع. لازم تدعكيها كده بايدك اول ما تنزلي عشان الفوران ده البنطلون يمتص الفوران ده ويتمص المكونات اللي احنا حطيناها. ودلوقتي طبعا هسيبه لمدة 30 ثانية، حاجة بسيطة اقل من الدقيقة يعني. وبعد كده هروح على حوض الحمام وابدأ انزل عليه بحبة من البرسيل بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وافتح المية وابدأ بقى على ايدي اغسله. طبعا هي مع الغسيل بتبدأ تخف خالص. بعد ما غسلتها بالطريقة دي هرجع تاني رشة خفيفة من ملح الليمون ورشة من الكربوناتو ورشة من البرسيل او اي مسحوق غسيل، وعلى ايدي ابدأ ادعكه. وبصوا النتيجة بقى، شايفين؟ بصوا بصابع ايدي كده بيبدأ خلاص يبدأ يروح من على الهدوم. شايفين الابيض هيبقى ابيض ونضيف وزي الفل، ولا اي بقع فيه ولا شحم ولا اي حاجه خالص. فالوصفه بجد اكتر من رائعه. اتمنى بجد تجربوها، هتفيدكم كتير. اتمنى لو استفدتوا من الوصفه من الفيديو باي معلومه اتمنى تحطوا له لايك وتشيروه مع اصدقائكم عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. شايفين التيشيرت البلوفر والبنطلون من بقعه الشحم، وشايفين التيشيرت ولا اي حاجة مكونات في البيت، شلنا البقع. فاتمنى بجد يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير للفيديو. زي ما قلتلك لو عندك الصابونة السمراء استعمليها مع الكربونات وملح الليمون، هيفور لك البقع من على الهدوم سواء بقعة شحم او بقعة حبر. فيا رب تكون وصفتي للنهارده عجبتكم. لو عجبتكم الوصفه لايك وشير للفيديو. لو لسه بتشوفوا قناتي لاول مره اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس للكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. واهم من كل شيء صلوا على رسول الله.